قبل اي حاجه الفيديو ده موجه للرجاله والستات، بس هيبقى كلامي موجه للرجاله عشان يبقى الموضوع سهل عليا. ازاي تقدر تعرف ان انت في علاقه مع واحده نرجسيه؟ عشان كده الفيديو بتاعنا النهارده هيتقسم لاربع اجزاء. اول جزء معانا تعريف الشخصيه النرجسيه، ايه هي الشخصيه النرجسيه دي؟ تاني حاجه صفات الشخصيه النرجسيه. تالت حاجه ازاي تقدر تتعامل مع البنت النرجسيه اللي انت معاها في علاقه. والنقطه الرابعه والاخيره او السؤال الرابع والاخير اللي انت هتساله ليتر اون بعد ما يعدي عليك عدد معين من السنين كده في العلاقه، هل الشخصيه النرجسيه دي بتتغير ولا لا؟ خلينا الاول اقول لك نقطه مهمه جدا قبل ما نبتدي نتكلم على الاربع اجزاء بتوع الحلقه بتاعتنا النهارده. طالما انت بتتفرج عليا على الفيديو ده، وطالما انت مكمل وعايز تتفرج على الفيديو ده، فاكيد انا متاكد 100% ان انت مش مرتاح في العلاقه اللي انت فيها. فانت عايز تعرف ان البنت اللي انا معاها في علاقه دي هي بنت نرجسيه ولا لا، بس الاكيد انك انت مش مرتاح. فانا عايز هنا اقول لك نصيحه مهمه جدا. العلاقات اتعملت عشان نكون مرتاحين، مش معناها ان احنا ما نضحيش. في فرق بين حد انا عايز اكون في علاقه بس مش عايز اضحي خالص، فده كده مش عايز اكون في علاقه، ده كده هو بيستعبط او بيستهبل. وفي فرق بين انا عايز اكون في علاقه انا مستعد اضحي بس عايز اللي قدامي كمان يضحي عشاني، واللي قدامي كمان يكون عايزني زي ما انا عايزه. فخليك فاهم كويس النقطه دي كنصيحه ليك قبل ما تبتدي تخش في موضوع الحلقه ونكمل مع بعض. العلاقات اتعملت عشان تكون مرتاح، فلو انت عملت اللي عليك ولاقي نفسك في الاخر مش مرتاح، ما تكملش. ما تكملش. واكيد طبعا الموضوع ده بيختلف حسب الظروف المحيط، حسب السيركمستانسز. يعني انت متجوز ومخلف ولا لا، انت عندك اولاد، انت لسه في الاول، يعني بتختلف. بس دي القاعده العامه، العلاقات اتعملت عشان نكون مرتاح. خلينا نرجع لموضوع الحلقه عشان ما نضيعش الوقت. اول حاجه، ايه هي تعريف الشخصيه النرجسيه؟ تعريف الشخصيه النرجسيه بمنتهى البساطه، لانك هتلاقي كلام كتير جدا على النت، هتلاقي ابحاث معموله في الموضوع ده. الشخصيه النرجسيه هي الشخصيه المتلاعبه اللي بتوعد الطرف اللي قدامها وعود كتيره جدا، ما بتوفيش باي حاجه من الوعود دي. كل همها ان هي عايزه تخليك موجود في حياتها، عشان هي عامله زي البارازايت كده، عامله زي الطفيلي كده، بتتغذى عليك عشان ترضي احتياجات او انت بتلبي احتياجات عندها، ايا كانت هي الاحتياجات دي. مش بس ماديه، على فكره، ماديه، معنويه، عاطفيه، فكره تلاقي حد بيسمعها، ايا كانت هي ايه. هي دي الشخصيه النرجسيه، او ده تعريف الشخصيه النرجسيه. متلاعبه، بتوعدك وعود كتير، ما بتوفيش بالوعود دي، عايزاك تفضل موجود، مش بتقولك امشي، لا، عايزاك تفضل موجود. عشان ايه؟ عشان هي بتتغذى عليك، هي بتستفيد منك. وده اللي هينقلنا ليه النقطة التانية اللي هي صفات الشخصية النرجسية. ولما نيجي نتكلم عن النقطة التانية اللي هي صفات الشخصية النرجسية، عايزك تفهم كويس ان مش لازم البنت اللي انت معاها في علاقة يكون عندها كل النقط اللي انا هتكلم عليها دي. ممكن يبقى عندها بعض النقط وبعض النقط لا، وممكن يبقى عندها النقط دي وعندها نقط تانية كتير. النقط اللي جاي اكلمك عليها هي نقط كومن جدا، مشتركة جدا في الناس اللي هم النرجسيين دول، تمام؟ او خلينا دلوقتي بنتكلم على البنات، او هم يعني منتشرين في البنات النرجسية جدا. اوكي، خلينا نتكلم على الصفات دي، ناخدهم حسب مراحل العلاقة. أول حاجة، أول ما بتتعرف عليها بتلاقيها حد أتراكتيف جدا. هي بتلاقيها، انت بتلاقيها حد اتراكتيف جدا، وبتلاقيها بتعاملك كويس جدا بشكل لا يوصف، لا يوصف في النقط اللي بتهمك. بتديها لك في الاول بشكل 100%. عشان ايه؟ عشان احنا قلنا الشخصيه النرجسيه دي في تعريفها ان هي عايزه تربطك بيها، فهي بتعاملك حلو جدا 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 في النقط اللي بتهمك. عشان بتعاملك حلو دي بتختلف من واحد للتاني. في واحد بتعامله حلو ان هو بيحب حد يتكلم معاه، في حد بتعامله حلو ان هو بيحب ياكل اكله حلوه فهي بتطبخ له اكله حلوه. حسب كل واحد واحتياجاته، هي بتعرف احتياجاتك، بتعاملك كويس جدا، بتغطي لك الحته دي، فانت كده خلاص هي كده ايه؟ ربطتك بيها. دي اول صفه من صفات الشخصيه النرجسيه. بس عشان خاطر مش معناها ان انت لما تكون في علاقه مع واحده او رايح تتجوز واحده او ايا كان، او انت دلوقتي متجوز واحده تقول لك دي عاملتني كويس في الاول يبقى هي كده شخصيه نرجسيه. لا، زي ما قلنا هو باكج على بعضه كده. ركز الله يرضى عليك، احنا مش جايين نخرب البيوت، احنا جايين نحافظ على البيوت، تمام؟ فالله يرضى عليك، ركز، افهم الموضوع على بعضه، وما تاخدش في نقطه واحده وتمسك فيها وتقول بس اهو كده اللي معايا دي نرجسيه خلصت. لا، دي اول صفه من صفات الشخصيه النرجسيه. تاني صفه من صفات الشخصيه النرجسيه، زي ما قلت في التعريف بتاعها، هتلاقيها لما بيحصل بينكم مشاكل هتلاقيها ما بتتغيرش خالص. هتلاقيها بتوعدك كتير جدا انها تعمل حاجات كتير جدا، وفي الاخر مفيش. ايه التنفيذ اللي على ارض الواقع؟ ما بتلاقيش. ايه اللي هي بتقدمه؟ تقعد تسال نفسك بعدين. في الاول اديت لك الحاجات اللي انت عايزها وخلاص وربطتك، بعد كده في مشاكل، في تغيير؟ لا، مفيش تغيير خالص. لما انت هتدور فعليا ايه القيمه، الفاليو اللي هي بتقدمها لك في العلاقه، هتلاقي صفر، يعتبر صفر، ما بتديلكش حاجه. لما انت بعد كده بتقرر، ودي النقطه الثالثه، الصفه الثالثه، لما انت بتقرر تمشي وتسيبها عشان هي ما بتقدملكش اي قيمه، هتلاقيها بتتغير لك وهتعمل لك كل الطرق عشان تحافظ على وجودك.
تقول لك حقك عليا، معلش سامحني، انا كذا انا كذا، والله هتغير، والله كذا، معلش بس هي كانت فتره صعبه، هي دي الصفه الثالثه في صفات الشخصيه النرجسيه، لانها هي بتبقى عارفه نقط ضعفك كويس قوي، عارفه احتياجاتك كويس قوي، اللي هي دخلت لك فيها من الاول، يعني في اول علاقه هي دخلت لك على الاساس ده. فهي بتيجي بعد كده لما انت بتقرر تبعد عنها، لا ما ينفعش، هي بتتغذى عليك، هي عايزاك تفضل موجود، مش عشان عايزاك في علاقه. ودي النقطه الخادعه جدا في البنت النرجسيه. البنت النرجسيه انت كراجل هتلاقي نفسك بتقول لك بس هي شرياني، هي عايزاني ابقى موجود في حياتها. هي عايزاك تبقى موجود في حياتها، لكن مش عايزاك تبقى انت حياتها. ركز جدا في الجمله دي، الجمله دي انا بعتبرها من اجمل الجمل اللي انا بحبها. هي عايزاك تبقى موجود في حياتها، لكن مش عايزاك تبقى انت حياتها. يعني ايه؟ هي عايزاك تبقى موجود في حياتها عشان هي بتتغذى عليك، هي بتستفيد منك، هي بتاخد منك نقط معينه، تمام؟ لكن عايزاك تبقى انت حياتها. تبقى انت حياتها يعني ايه؟ يعني عايزاك تبقى معاك في علاقه، عايزه تكمل العلاقه دي وتبقى زوجه بما يرضي الله، عايزه تسمعك وتطيعك، عايزه تتغير عشانك، لا ما بتعملش اي حاجه دي. انا عايزاك تبقى موجوده عشان بستفيد منك. فالراجل مننا بيتخدع، الراجل مننا يقول لك ايه ده، دي واحده شرياني وعايزاني وبتسال عني وبتبعت لي وي 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 وي. لكن ما يضحكش عليك، خليك واعي. احنا الرجاله ما بنصدق نلاقي واحده تهتم بينا، دي اهتمت بيا بتاع واو. خليك واعي، بتدي لك ايه الفاليو؟ اسال نفسك، هل هي بتعمل لك الحاجات اللي انت طلبتها منها ولا لا؟ وده ينقلنا للنقطه اللي بعدها في صفات البنت النرجسيه، اللي هي الكذابه. كذابه بشكل يقرف. هتلاقي حياتها كلها كذب. ليه؟ لانها طول الوقت بتكذب عليك، هي بتوهمك ان انا متغيره عشانك، ان انا عامله. وهتلاقي لو انت يعني بصيت وراها كده يعني دورت وراها، هتكتشف ان هي ما بتعملش اي حاجه، هي بس بتكذب. هي ليل نهار بتكذب، وهترجع تكذب عليك، تقول لك حقك عليا، معلش انا هتغير تاني، وتدي لها فرصه تانيه وتكذب تاني. ودي النقطه او الصفه الرابعه. الصفه الخامسه بتلاقيها خاينه جدا، حاجه يعني منتشره جدا في البنت النرجسيه. خاينه ليه؟ لان البنت النرجسيه هي مش عايزاك انت، هي عايزه الفايده اللي بتاخدها منك. فمفيش انسان بيعرف يقدم كل الفاليوز، خلينا بس متفقين على كده، مفيش حد عنده كل حاجه، تمام؟ فهي بتاخد منك حاجات معينه، وهتلاقيها بنسبه 90% ان ما كانش 100% هي عارفه عليك راجل تاني. هي خاينه، بتعرف عليك راجل تاني ليه؟ لان الراجل التاني ده بيقدم لها فاليو تانيه من ناحيه تانيه، حسب تاني القيمه اللي هي عايزاها، حسب الحاجه اللي هي بتدور عليها. دي احتياجات تختلف من بنت لبنت، تمام؟ مش لازم احتياجات ماديه، الله يرضى عليكم، ما يجيش في عقلك على طول ان احتياجات ان هي لازم عايزه فلوس، لا خالص. في بنات كتيره جدا نرجسيات احتياجاتهم معنويه. في بنات احتياجاتهم ان هي عايزه تحس ان عندها راجل استبن. يعني استبن يعني لو الزمن لف بيا كده، بجيب لكم من الاخر والله، انا مش جاي هنا احسن الكلام. لو الزمن لف بيا والحياه دربكت معايا وشغلي ما مشيش ودراستي ما مشيتش والدنيا لخبطت معايا، هيبقى عندي راجل في الاخر اتسند عليه. لكن طب ما هو الراجل ده عندك من الاول، ليه انت من الاول ما مشيتيش معاه عدل؟ لان هي مش عايزاك، لان هي مش عايزاه. فاهم؟ انتوا فاهمين؟ هي بس عايزه الراجل ده تستفيد منه. لو الدنيا لطشت معاه خالص، اهو عندي راجل، ضل راجل وضل حيطه. دي الشخصيه النرجسيه. هي الشخصيه النرجسيه ما عندهاش فكره كوميتمنت، ما عندهاش فكره التزام. لو انا مع راجل همشي معاه عدل، هتغير عشانه، هضحي عشانه، هتقي الله فيه. الشخصيه النرجسيه كذابه خاينه، تعرف اكتر من راجل، عشان لو ده مشي، عشان لو انت مشيت، ليه بتعرف عليك راجل؟ لو انت مشيت تقول لك مش هم عندي راجل تاني، هتعمل كل حاجه عشان ترجعك، بس لو ما رجعتش مش هتلاقيها باقيه عليك، مش هتلاقيها باكيه عليك. هي ممكن تعيط لك وتعمل لك الحركات دي عشان ترجعك، لكن لما تروح بجد مش هتبكي عليك. ليه؟ عندها البديل، والبديل ده ممكن تبقى خلقه اكتر من بديل، عشان لو راح البديل ده يبقى عندها بديل تاني. هي الفكره كلها الشخصيه النرجسيه، فهموا الحته دي، هي عامله زي الطفيلي، هي بتتغذى على الناس اللي حواليها، بتتغذى، تسند على ده وتسند على ده وتسند على ده، فتاخد من ده وتاخد من ده وتعلى هي. لكن كل دول ولا يفرقوا معاها، مش فارق معاها غير نفسها. وده بيبان جدا في النقطه السادسه معانا، فكره الاهتمام. هتلاقيها مش بتهتم بيك قوي، يعني مش بتهتم بيك الاهتمام اللي انت عايزه. لو انت حد بتحب الاهتمام زي حالاتي مثلا، انا بحب الاهتمام وبعرف افرق جدا بين الشخص اللي بيهتم بيا بجد او لا، هتلاقيها ما بتهتمش بيك، هتلاقيها بتعاملك بفكره، بتبين لك انها بتهتم عشان خاطر عارفه ان انت بتحب انك تهتم، عشان تخليك موجود، عشان تتغذى عليك. بمنتهى البساطه، تحس اهتمام من القلب خالص. دي النقطة الثانية معانا اللي هي صفات الشخصية النرجسية. النقطة الثالثة معانا أو الجزء الثالث في الحلقة، إزاي تقدر تتعامل مع الشخصية النرجسية دي؟ إزاي تقدر تتعامل مع الشخصية النرجسية؟ بمنتهى البساطة،
وقت ما تتاكد ان انت في علاقه مع واحده نرجسيه عندها الصفات دي، انها ما بتتغيرش، وانك حاولت معاها، وانها خاينه وعندها خيانات متكرره وكذابه، وكذب متكرر طبعا، مستحيل خيانات من غير كذب، وكذب متكرر، واللي بيكذب بيخون طبعا. فلما تلاقي عندك كل الصفات دي وما بتتغيرش خالص، انت ازاي تتعامل معاها؟ احسن حاجه تتعامل معاها مع الشخصيه النرجسيه هو انك تحمي نفسك وتاخد بعضك وتمشي. خد بعضك وامشي من العلاقه دي، انسحب تماما. انا بقول لك هتتعب، انا بقول لك هتتعب. ما فيش حد انسحب من علاقه مع شخص نرجسي، سواء كان بنت انسحبت من يعني من علاقه مع راجل نرجسي، او راجل اتسحب من علاقه مع بنت نرجسيه غير وتعب. بتتعب شهر، شهرين، وات ايفر ات تيكس. بس فكر فيها، انت بتحافظ على نفسك، ودايما هي ريسك بنفيت اسسمنت، بتكسب ايه وبتخسر ايه. هي مخلياك ليه؟ انت معاها عشان انت عندك مشاعر ليها، انت معاها عشان انت بتحبها، هي معاك عشان هي توهمك ان هي بتحبك، توهمك انها عايزاك، وهي مش تعمل اي حاجه، هي بتخونك وهي بتتغذى عليك، واخداك مصلحه بحته 100%. يعني انا مثلا معاها انا عايزها مصلحه برضو، انا عايز حاجات منها، مش عيب، هي العلاقات معموله عشان نكمل بعض. انا عندي احتياجات وانت عندك احتياجات، مفيش مشكله نكون مع بعض، بس انا عايز امشي معاكي دغري، عايز امشي معاكي عدل، عايز اتقي الله فيكي، عايز اتغير عشانك، عايز. هي لا، هي مهما اديت لها فرصه 2 3 4 1000 50,000 اديلها زي ما انت عايز، هتلاقي طول الوقت بتكذب، طول الوقت بتخونك، طول الوقت بتعرف عليك شباب، طول الوقت ما بتتغيرش، طول الوقت بتقدملكش فاليو حقيقيه في العلاقه. فانت معاها ليه؟ الدنيا بره، بصوا انا والله بس مش عايز الف الكاميرا، لو لفيت الكاميرا الموبايل هيقع يعني. الدنيا بره مليانه ناس يا جماعه. انا عارف انك دلوقتي صعب جدا تلاقي راجل كويس او بنت كويسه، وانك تلاقي راجل كويس اسهل بكتير من انك تلاقي واحده كويسه، بس ستيل في بنات كويسه، ستيل في بنات كويسه. فلو انت في علاقه واحده نرجسيه، اول حاجه حافظ على نفسك، انسحب من العلاقه دي تماما، فانت كده هتحافظ على نفسك. تاني حاجه هتكسرها كسره مش طبيعيه في الايجو بتاعها. الشخصيه النرجسيه يا جماعه بتحب تكون زي ما قلت لك، هي بتتغذى عليك، فبتحب تكون هي مصدر الاهتمام، بتحب تكون هي محط الانظار، بتحب تكون الناس كلها يقعدوا يقولوا لها برافو عليكي، ايه الشطاره دي، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه اللي بتحب تلاقي الاعجاب في عيون الناس، بتحب تسمع الكلمه الحلوه من الناس. ده مش عيب، كلنا كده، بس خلينا نفصل. البنت السويه او الراجل السوي ما بيحبش تجيله بنت غريبه تقول له انت ايه القمر ده، ايه الجمال ده، ايه الشطاره دي، ايه الشغل ده، ايه لا خلاص. انا الكلمه دي اكيد لو حد قال لي كده هنبسط، بس مش هكون منتظرها ان اسمعها من كل الناس. الشخصيه النرجسيه لا، الشخصيه النرجسيه شوي جدا، شخصيه شوي جدا، بتحب تعمل حاجات عشان تظهر قد ايه هي حد كويس، تظهر قد ايه هي حد ناجح، تظهر قد ايه هي حد ذكي، فالناس يقولوا لها برافو ويسقفوا لها، فهي كده يرضي غرورها. شخصيه مغروره جدا داخليا، تمام. لكن في نفس الوقت اللي ده بيبقى عنده زي ما بقول لك كده نقص من جواه، ده بيبقى من جواه مكسور. فالشخصيه النرجسيه، البنت النرجسيه دي، يوم ما انت هتنسحب عنها تماما وتوريها ان انت عايش من غيرها كويس، وان الامور تمام، وانك عارف تكمل حياتك كويس جدا، وانك بتشتغل على نفسك وبتطور من نفسك، وحياتك ماشيه زي ما هي من غيرها عادي، بيكسرها. هي عندها بديل بس هتتكسر، انها مش متعوده على كده. هتحاول ترجع لك، هتحاول تعمل 1000 الطرق عشان خاطر تقول لك عشان خاطر خلينا نرجع لبعض. بس انا اسال نفسك سؤال، انت لو انت اديت لها فرصه واحده، اكيد لا، لازم تدي لها اكتر من فرصه. لو اديت لها 3 فرص 4 فرص 5 فرص وهي ما اتغيرتش، ايه الفايده انك تديها الفرصه السادسه؟ عايز تجرب، ادي لها الفرصه السادسه. انا بقول لك ادي لها فرصه سادسه. لو انت اديت لها 5 فرص ادي لها فرصه سادسه، هتلاقيها برضه ما بتتغيرش. الشخصيه النرجسيه ما بتتغيرش، مش فكره هي ما بتتغيرش، هي ما بتتغيرش عشان هي مش عايزه تتغير. فانت انسحب من العلاقه، هتحافظ على نفسك، هتكسرها جدا من جواها، هي هتتدمر من جواها. حتى لو بينت ان الامور بيس ومفيش اي حاجه، وان انا عندي حد تاني اكلمه، وحتى لو بينت لك الحد التاني ده كويس جدا، ولو عرفت عن طريق اصدقاء مشتركين ان هي مبسوطه جدا مع الشخص التاني، هي في الاخر هي مكسوره من جواها، لان هي شخصيه هشه جدا داخليا. وده هينقلنا بقى للسؤال الرابع اللي انت هتساله. طب دلوقتي هل الشخصيه النرجسيه دي بتتغير ولا لا؟ انا هجاوبك على السؤال ده، هجاوبك على السؤال ده بفكره سنني، زي ما بيقولوا الاتراك، سنني. انت مالك؟ انت مالك هي هتتغير ولا لا؟ ما تشغلش بالك، انت بتحبها فانت عايزها تتغير وترجع معاك العلاقه كويسه، دي حاجه ترجع لها. اتس اب تو هير، صح؟ اتس نوت اب تو يو، اتس اب تو هير. ده الموضوع ده معتمد عليها، معتمد عليك، معتمد عليك تغير فيه، تحسن، طور من نفسك. لو انت كنت مقصر مع حد في علاقه، اشتغل على نفسك. انا مش بقول لك لا، بس تغيير الشخص ده لازم يبقى نابع داخليا. واللي بيجي بيقول لك الشخصيه النرجسيه ما بتتغيرش ابدا، وفيديوهات كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده، الكلام ده كله يا جماعه رمول بحر. يا جماعه الواحد بيبقى يعني انا يعني بمنتهى البساطه، الواحد بيبقى مش مسلم وبيخش دين الاسلام. الواحد بيبقى مش مسلم وبيخش دين الاسلام. الواحد بيبقى مش مسلم اساسا، مش بيؤمن بوجود الله، بيبقى ملحد. زي انا ما عشت بره مثلا شفت ملحدين وبعد كده بيقرر يدخل الاسلام بيتغير. فاهمين يعني ايه ملحد بيتغير؟
سوري. فانت تيجي تقول لي ان الشخصيه النرجسيه دي مش هتتغير، هاجي اقول لك انت واهم. بس امتى بيتغير؟ لما هو بيقرر ان هو فعليا عايز يتغير. فعشان كده بقول لك ما تشغلش بالك بيه، دي حاجه ترجع له هو، ما ترجعلكش انت. انت شغل، انت ركز في نفسك، انت اشتغل على نفسك، احمي نفسك. اكتشفت ان اللي معاك دي بنت نرجسيه، ابعد عنها خالص، طور من نفسك، دور على اوبورتيونيتيز بره، بنات محترمه خلوقه كده، عندها صفات الاسلام الجميله كده وصفات الاخلاق الجميله، مسلمه متدينه، مش بتكذب، مش بتاعت شباب وتصاحب شباب وعشان تسند على ده وتستند على ده، مش بتكذب عليك وتضحك عليك، مش خاينه. حاجات الجميله، صفات الاسلام دي اللي هي لما بيقول لك يعرف ان هي واحده مسلمه كده خلاص، يقول لك بعرف ان هي مش كذابه، مش خاينه، مش اللي هي اساسا مش كل الصفات دي هتلاقي عكسها موجوده في البنت اللي انت معاها حتى لو كانت مسلمه. طالما هي نرجسيه هتعمل نفس الحاجات دي، حاجات كومن ما بين اي دين اساسا. طالما هي نرجسيه هتعمل نفس الحاجات، هتلاقي خاينه كذابه كده. فانت مالك هي تتغير ولا لا؟ ما تشغلش بالك، حياتك اظن كبيره كفايه انك تطور من نفسك وتحسن من وضعك المادي ووضعك الصحي ووضعك الاجتماعي، وضعك الذهني، تطور من نفسك في كل حاجه وتدور على اوبورتونيتيز بره. فعشان كده اجابه السؤال الرابع سيبك منها خالص. ولو جات لك وقالت لك، ودي النقطه المهمه، انا اتغيرت 100%، ما تصدقهاش وما تجذبهاش. لا اوكي، هقول لك على تركه نقطه مهمه جدا مع البنت النرجسيه. عايز تعرف هي اتغيرت ولا لا؟ بجمله واحده، وروح قول لها حاجه واحده. عارف الشخصيه النرجسيه دي الطبيعي بعد اللي هي عملته فيك، لو هي اتغيرت هي هتكون انسانه مسؤوله. طبعا الشخصيه النرجسيه دي مش واحده مسؤوله خالص، هي واحده مستعديه فعليا تخرب الارض كلها وتخونك 50 مره، ويوم ما تيجي تتحمل مسؤوليه اللي هي عملته عن فكره ان انت تبقى شاكك فيها، تيجي تقول لك لا انا مش قادره اتحمل، طول الوقت بتشك فيا. طب ما طبيعي لان شفتك خنتيني 50 مره مثلا. هو كتر خير ان انا لسه معاكي واديلك فرصه، بس طبيعي هبقى شاكك فيك، وطبيعي ان انا هكون عايز اطمن. فلو انت مش قادره تتحملي مسؤوليه افعالك في خياناتك دي، هي دي الشخصيه النرجسيه. فلو جات لك الشخصيه النرجسيه دي التركه بس عشان ما انساهاش، وقالت لك انا اتغيرت وانا عايز اكون معاك، عارف تقول لها ايه؟ قول لها اوكي ضحي بكل حاجه وتعالي خليكي معايا. قول لها كده. لو قالت لك اوكي وهضحي بكل حاجه، ضحي بشغلك، ضحي بحياتك، ضحي بدراستك، ضحي باهلك، ضحي بكل حاجه. مش ضحي بكل حاجه يعني ما تكلميش اهلك، لا، سيب الدنيا كلها ورايا. مش انت مستعده كده؟ سيب الدنيا كلها ورايا وتعالي لي سبمسيف 100%، تعالي لي مطيعه ليا 100%. قولي لي انا رميت كل حاجه ورا ظهري، مش عايز اكمل كل الحاجات دي، انا بتحمل مسؤوليه ده. وانت مش مطمن لان طبعا الشخصيه الخاينه دي، طب انت في شغلها هتقول انها بتخونك، طب وهي في لو هي في الجامعه هتقول انها بتخونك، لو هي خارجه هتقول انها بتخونك. لا سيبي لي كل حاجه وخليكي معايا وتعالي نتجوز وخليكي معايا وخليكي محبوسه في البيت لحد ما اطمن ان انت اتغيرتي. وطبعا ده اللي انا ما انصحوش، يعني مش بقول لك اعمل كده لان دي مش علاقه صحيه، بس بقول لك اطلب منها كده. وجيت قلت لك اوكي ومستعده اضحي بكل حاجه وانا فعليا كذا واتغيرت في كل حاجه، خليك معاها وشوف. بس برضه ما تطمنلهاش 100%، وما انصحش ان انت تكون معاها اساسا. انت اديت لها قبل كده فرص كتير وكلها هي خذلتك فيهم. اتمنى يكون يعني وجهه النظر بتاعتي في موضوع فكره البنت النرجسيه وازاي تقدر تتعامل معاها تكون وضحت. اسف لو طولت في الفيديو، ولو حد عنده اي استفسارات او اي حاجه يسالني تحت، انا هجاوب ان شاء الله على الاسئله. لو حد حابب يعمل يعني 1 تو 1 سيشن كده، يقدر يتواصل معايا على صفحتي على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك، يقدر يتواصل معايا على اي طريقه، وان شاء الله نقدر نحدد مع بعض 1 تو 1 سيشن. واتمنى الجميع يا رب كل الناس كده علاقه صحيه يكونوا مرتاحين فيها، ونبقى ماشيين كده على الخلق والتعاليم الدين اللي ربنا قال لنا عليها عشان الامور تستقيم باذن الله. وفي اخر فيديو خلوا بالكم على نفسكم وخلوا بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديو جاي باذن الله. سلامات.